سويب تاني، هيدي لو كيك على الفخذ وحده ضرب عليها، رجع رد له اياها شادي. كنا بنشوف ان المباراه قريبه، بس باخر شيء القرار للقضاة، لانه الزاويه اللي نحن قاعدين فيها ممكن تكون غير الزاويه اللي قاعد. مرحبا بكم متابعي صفحة بالعربي في مقطع جديد سنشاهد من خلاله نزال القوة والمتعة بين البطل اللبناني حسن أديوي ضد البطل السوري شادي كوباني. النزال سيمتد ل3 جولات وسينتهي بقرار الحكام، لكن ستشاهد أداء رائع للغاية من كلا البطلين، حتى أنك لن تعرف من الفائز في هذا النزال. قبل مشاهدة المقطع قم بوضع لايك إذا أردتم مزيد المقاطع الفترة المقبلة. إن أردتم التعريف بالأبطال ويستحقون شباب شاركوا المقطع. للإشارة البطل السوري بالقفازات البيضاء والبطل اللبناني بالقفازات السوداء، فلنشاهد معا. حسن رح يمتص ويحقق الفوز اليوم. عم ناخذ التعليمات هلا من حكم النص استاذ محمد مبيض. بنشوف الروح الرياضيه العاليه بين على اسفل الشاشه الراوند 1 3 دقائق انطلقت بهاللحظات. صحيح. بنشوف كيف حسن عم يجرب يسيطر على الحلبة، عم يقف بنص الحلبة. شادي عم يجرب يبرم حواليه لياخذ نقطة دخول وهجوم. انطلاقة المباراة بيكون لها معيار، إذا لاعب بيسيطر على خصمه تعتقد على الأقل معنويا. هو عادة يعني بياخذ أول نقطة وبيسيطر بالنص عادة على الأرجح بيربح المباراة. بس كمان عندك كل مقاتل وكيف ممكن يسلم ضربة مظبوطة ينزل نوك اوت، فكله بيرجع لخبرة اللعيبة ولا شو بيصير خلال المباراة. هلا عم تشوف شوية دراسة بين اللاعبين، عم يكون في حذر شوي، كل واحد عم يجرب يدرس خصمه يشوف وين عنده نقطة ضعف يقدر يستغلها. صار في التحام، ولنذكر هون انه اسلوب الكي 1 بيسمح لك بضربة ركبة واحدة خلال الكومبينيشن الهجوم الواحد، يعني بس تضرب ركبة اللاعب قانونيا لازم يبعد عن اللاعب يرجع يبلش هجوم جديد. عشان هيك حكم النص عم يجرب ينبههم ويذكرهم بهيدي القاعدة. بنشوف هون اللعيبة عينه بعين خصمه بس اذنه مع مدربه عم يسمع منه التعليم. اللي عمله حسن هون انه قدر مسك له اجره لشادي لمده ثانيه وضربه على الاجر اللي واقف عليه، افقدوا التوازن. هيدي اسلوب، هي ضربه باسلوب الكي 1 وبياخذ عليها نقطه كامله. عم يجرب شادي يرد له بنقطه بركله على الوجه بهاي كيك، وحسن مثل ما شايفين ايديه على وجهه عم يكون حذر. بيعرف انه اللي قدامه خصم مش هين وبده يعطيه افضل ما عنده. سويب تاني، هيدي لو كيك على الفخذ كمان. عم يستغل، شفت الخبره كيف شاف حسن انه شادي عم يرتكز على اجر وحده ضرب عليها، رجع رد له اياها شادي باكس كيك على وجهه. هيدي 2 بوينتس 2 فول بوينتس. الركله على الوجه نقطتين، ركله على الجسد نقطه وعلى الاجرين نقطه والبوكس على الوجه نقطه. هيك بصير سيستم التحكيم. فينا نقول هلا افضليه لشادي حاليا، افضليه بالنقاط لشادي. وحسن عم يجرب يغير مجرى اللعب هلا. مثل ما عم نشوف حسن هون رجع ارتكب نفس الخطا اللي هو ضرب ركبتين. بعد بنص دقيقة على انتهاء الجولة الأولى، جولة حذرة مثل ما شفنا، صار في شوية التحامات شوية ضربات بس أغلبها كان حذر. هلا عم يبلشوا يضغطوا على بعض شوي الشباب. هلا بدنا نشوف بالجولة الثانية رح يكون البيس أعلى شوي، بالجولة الثالثة رح يكون كل مقاتل عم يعطي أكثر ما عنده. هون بيعطي الحكم تنبيه إنه بعد في 10 ثواني تخلص الجولة. ومع نهاية الجولة الالتحام بين اللاعبين هلا لازم بوكسينج، وهيدي المباراة هي الثالثة اليوم بهالنهار الرائع للألعاب الإيطالية يلي عم يبدأ بالكيك بوكسينج، يلي حنرجع نشوف ماي تاي ومن ثم الام ام اي. صحيح. هلا رح نشوف كل لاعب خلال فترة الاستراحة أخذ تعليمات من مدربه. أسلوب المواي تاي اللي هو بيسمح له إنه يضرب كذا ركبة متتالية بنفس الهجوم، فالحكم أنذره، وعادة الإنذار بخسرك نقطة من النقاط اللي أنت بتاخذها خلال الجولة. اللاعبين المحترفين بالمواي تاي فيهم بسهولة يخوضوا مباريات الكيك بوكسينج، وهون عم نشوف أداء رائع جدا.
صحيح صحيح، بس كمان اوقات بياخذوا الحال وبيرجعوا بيلعبوا بحسب اسلوب المواي تاي، وهيدا بحطهم بمواقف مش حلوه مثل ما هلا صار مع البطل. انما الرياضي الام ام اي بعيد شوي بيكون عن هذه الرياضتين ابدا، لانه الرياضي المقاتل الام ام اي عنده بيتمرن مثل الشباب وبيزيد على تمرينه هو القتال الارضي اللي بتضمن المصارعه الرومانيه ورياضه الجوجيتسو لحتى يكون عنده هذا الاسلوب الشامل والمتكامل اللي هو المختلف. نرجع نذكر المشاهدين انه هاي الحلبة يلي عم نشوفها هي خصيصا انعملت لهالحدث الليلة بمجمع نهض نوفل يلي ارتدى مثل ما بيقولوا لباس الالعاب القتالية وتحول الى ارينا 5 نجوم. وعلى يسارها بعد لحظات رح نشوف الكيج يلي رح تصير فيها مباريات الام ام اي. هون عم نشوف خلص اللاعبين فهموا بعض، عم يصير في شوية سجالات بيناتهم، عرفوا كيف يقاتلوا بعض. هون بيصير في شوية تنبيهات للحكم، ممنوع تعلي راسك وتحمله للاعب براسك. ها حلو، شكرا. بنشوف لاعب حسن عدوية زحف، ممنوع اللاعب الثاني يضربه، شادي بكل احترافية وقف هجومه. لا عنا عم نشوف مستوى عالي اليوم للابطال اللي عم يلعبوا. حلو انه عم يحترموا كل القوانين جدا جدا. عندك مستوى، عم نشوف انه عن جد لبنان قادر يعطي هيك مستوى من الاحترافيه اللي بتشوفها بس بالبطولات العالميه. باسلوب الكي 1 ممنوع اللاعب يمسك لاعب اكثر من 3 ثواني، هذا شيء اسمه كلينش بيستعمل بالمواي تاي. عم نشوف الحكم رجع نبههم، ولازم نحكي كمان انه بس يوقع اللاعب او لاعب يوقع لاعب ما يحتسب اي نقاط، ما فيها اي شيء اكسترا. يبدو انه المواجهه رايحه الجولات الثلاثة، هلا عم تنتهي الجولة الثانية. لحديث هلا مين بتعتقد هو يلي صراحة خالد المباراة كثير قريبة، عم يصير في سجال من عدوية. هيدي الجولة الحاسمة. هون شادي اخذ هو النقطة، حسن ما قدر اخذ النقطة لانه وقع على الارض. لاحظ انه شادي بالشوط بالجولة الثانية كان شوي عم يريح حاله ليدخل اقوى صحيح بالمواجهة الأخيرة. في بس رح يصير في مفاجأة هالجولة، لنشوف. حسن لا يستهان به، واكيد بيكون محضر شادي لاي شيء بده يفوز. هلا اللاعبين ما التقوا سابقا. اللاعبين عم قول ما التقوا سابقا. لا هي اول لقاء لهم في اي سي اس فايت. على فكره في ريماتش من اي سي اس 1 الليله، رح تشوفوا لاحقا بين محمد كنعان وعلي عثمان، التقوا سابقا باي سي اس 1، خلصت المباراة بالتعادل. بعدهم ناطرين بعض. ايه ما قبلوا ناطرين بعض، وهالمرة وعدوا انه رح يكون في فايز واحد. عم نشوف ضربات عنيفة، عم نشوف قوة يعني بعد ثالث جولة، وبعد الشباب عندها قوة تضغط. باقي دقيقة ونص رح تكون كثير صعبة. هيدي بأكد لك رح تكون أطول دقيقة ونص بنهار بمسيرتهم الاحترافية. دقيقة بتمرق كثير بطيئة جوا الحلبة. مثل ما عم نشوف الجمهور له دور كبير يحمس اللاعبين، يرجع يعطيهم هون الكلمة راحت للجمهور. صحيح الجمهور بكبر القلب صراحة. له دور كبير
الجمهور له دور كبير باللي بيصير بقلب الحلبة. يوم اللي اللاعب بيسمع اهله واصحابه وجمهوره عم يشجعوه وبيعطيه هاي الادرينالين بوش، بيرجع بيقوى وبيعطي اكثر واكثر. بقى اقل من دقيقه لتخلص المباراه. هلا برايك بهالمباراه بالذات اللاعبين بداوا شوي ما بقى في مخاطره باخر 30 ثانيه، كل واحد منهم معتقد هو رح يكسب الجوله لانه هي متقاربه جدا. صحيح فكل لاعب هلا بجرب انه يعطي اكثر ما عنده بدون ما يخاطر انه يفتح وجهه ياكل ضربه على حنكه مثل ما شفنا بالمباراه السابقه، ويروح كل تعبه وانه ينزل ضربه قاضيه. من ناحيتهم المدربين بيكونوا عارفين شو مين الافضليه له او كمان مثلهم متاكدين. كمان هلا كنا بنشوف انه المباراه قريبه، بس باخر شيء القرار للقضاة، لانه الزاويه اللي نحن قاعدين فيها ممكن تكون غير الزاويه اللي قاعد فيها القاضي الثاني. برايك الجوله تقريبا شاركت اذا ما انتهت، مين تعتقد الاقرب؟ خلصت الجوله مين الاقرب للفوز؟ بيشمع القضاة لابس زي الزرقاء شادي أباني. إذا شادي أباني هو الفائز بهالجولة. متابعي صفحة بالعربي نشكركم على مشاهدة المقطع. لمتابعة المزيد قم بدخول الصفحة، هناك سوف تجد العديد من المقاطع التي أتمنى أن تنال إعجابك. نرى التعريف والأبطال اشترك المقطع. إلى اللقاء.